أكدت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن نادي الهلال السعودي يفاوض الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، لم يتخلى النادي السعودي عن فكرة التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي رغم المفاوضات الصعبة، لكنه قام بتفعيل الخيارات البديلة وعلى رأسهم فلاهوفيتش. وأوضح التقرير أنه بعد خروج الهلال من ربع نهائي كأس العالم للأندية بهدفين مقابل هدف أمام فلومينينسي البرازيلي، سيتمكن النادي من تسريع وتيرة التعاقدات الصيفية، حيث سينضم إليه الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز. ويأمل النادي السعودي في التعاقد مع مهاجم سريعا. وتابعت الشبكة أن المفاوضات مع أوسيمين تم استئنافها، ويسعى المسؤولون السعوديون جاهدين لإقناع المهاجم النيجيري الذي قضى موسما معارا إلى جالطة سراي. وفي غضون ذلك بدأ الهلال مفاوضات للتعاقد مع دوسان فلاهوفيتش.